حبايبي اللي قالوا لي التنظيف بيدينا طاقه ايجابيه كده وبيدينا راحه نفسيه، فكلمي هاتلنا فيديوهات عنه يعني واتكلمي. فجبت لكم النهارده واحده بتعمل تنظيف للركنه بطريقه حلوه قوي، انا عن نفسي اعتمدتها. جابت كده ميه سخنه في حاجه وحطت المنظف بتاعها وابتدت تجيب غطا حله زي ما انتم شايفين كده، تحط فوطه وابتدت تنظف الركنه بالمنظر الجميل ده. بعد كده ابتدت تهويها وابتدت بقى تنظف شقتها. بس انا عايزه اقول حاجه في الفيديو ده وحاجه خطيره جدا، فكلنا ناخد بالنا منها. بلاش نخلط ميه سخنه مع منظفات، عشان حصل معايا انا شخصيا. خلطنا كلور مع ميه سخنه، فتسرب منه غاز الكلور، طبعا بيتسرب في الجو وبيسحب الاكسجين كله من الجو، وحصل لي اختناق ساعتها. فانا بقول لكم الكلام ده عشان خاطر كل واحده بتحاول ان هي تعمل ميه سخنه مع منظفات تخلي بالك. وفي منتج تاني للحمامات مش هقول اسمه، ما تخلطوش مع كلور برضو، لانه بيعمل اختناق في الحال، يعني فاهمه؟ بيحصل اختناق حالا. يعني انت لو داخله تنضفي، لا انت لا قدر الله هتخنقي نفسك انت واللي في البيت. فبلاش ميه سخنه خالص مع اي مساحيق، استخدمي اللي انت حباه. بلاش ان احنا نخلط مساحيق مع بعضها الا لو احنا عارفين احنا بنستخدم ايه. يعني ممكن نحط معطرات مع بعض ماشي، ممكن نحط صابون مع معطر ماشي، صابون مواعين عادي اللي هو السائل. انا مش هقول هنا اسماء طبعا عشان ما يبقاش دعايه واعلان. اخطر حاجه ان انتي تضيفي نوع من انواع الكلور مع مزيل دهون او منظف من منظفات الحمامات. بلاش، اوعي اوعي. وانا بقول لك اهو، لان الحاجات دي فيها خطوره جامده. انا بشوف الفيديوهات بتاعت الاجانب بينضفوا وتنظيفاتهم حلوه قوي، بس دايما بيستخدموا الميه السخنه في التنظيفات. بلاش، دي حاجه انا بنصحكم بيها لان حصلت معايا انا شخصيا، وحابه اقولها لكم واقولها للبنات اللي بتحب تغسل بالميه السخنه. انا بحب اغسل اول مواعين بالميه السخنه، بس بخاف من ساعه ما حصل لي كده، بقيت بخاف. ما الجميله دي كده تحسوا ان حمامها اثري. بصوا الحوض لونه عامل ازاي. هنا برضو بتستخدم منظفات بتنظف بيها. احلى حاجه في الدنيا ان بيتك كده يبقى نظيف والشقه تبقى معطره وتبقى زي الفل. بصوا هنا برضو استخدمت ميه سخنه. انا زي ما قلت لكم كده، خلي بالكم من خطوره الميه السخنه في الحمامات بالذات، كمان الحمامات خلي بالكم من خطوره الميه السخنه. بس المهم ان انت برضو تكوني منظفه شقتك. طول ما الشقه نظيفه انت تبقى نفسيتك مرتاحه. انا بحب اجيب لكم الفيديوهات دي عشان حبايبي كتبوا لي في الكومنتات شيماء هاتلنا فيديوهات تنظيف، عشان خاطر بتدينا طاقه ايجابيه. فانا اي حاجه انتوا تطلبوها انا تحت امركم. انا بحبكم كتير جدا جدا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت الحلو اللي شبهك، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات حلوه تعجبكم. مع السلامه.